المهندس يوسف زعابي راعي حفلنا الليلة، نرحب فيك، فرصة نلتقي فيك اليوم. انطباعك عن اللي شاهدته اليوم من العرض؟ مرحبا وسهلا فيك أخي وفي الحضور الكرام، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. في البداية ملتقى محافظة شمال الباطنة المسرحي الأول شيء مميز بمعنى الكلمة. اليوم شاهدنا مسرحية معضلة النارجيلة، شيء صراحة شخصيا أنا استمتعت وافتخر فيه من خلال هذول الشباب. الرسائل اللي وجهوها كانت رسائل بسيطة ولكن واضحة، أمور تتعلق بالتخطيط والأمانة والإنسانية والمجتمع يعني. فالحمد لله كان شيء مميز. أوجه رسالة للجميع من خلال هذه المنصة، مثل هذه الأمور يجب أن ننميها في جيلنا الحاضر. هذه تقوي الشخصية، هذه في نفس الوقت لها يعني مثل ما يقولوا مدى بعيد. صحيح. فنتمنى من الجميع أنهم يشجعوا مثل هذه الأمور أن تحدث. نتمنى من الجميع أنهم يحثوا ويدعموا ويطوروا البقية يعني، ويخلوا مثل ما تقول الجيل الجاي جيل شوي منفتح، جيل واثق من نفسه، جيل كذلك مبدع ومرتقي. وجزاكم الله ألف خير على هذه الدعوة وما قصرت، واستمتعت حقيقة بهذه. استمتعين فيك بحضورك، بارك الله فيك، ونلتقي فيك إن شاء الله في مناسبات. شكرا لك. جزاكم الله خير وموفقين بإذن الله تعالى، ورايتكم بيضاء. بارك الله فيك. شكرا. خالد حسين، وش نقول لك؟ ألف مبروك على هذا العمل اللي شفناه اليوم من خلال فرقة الخابورة. كلمة منك للشباب وللجماهير اليوم. أول شيء نهنئ أنفسنا ونهنئ الشباب الفرقة الخابورة للفنون والمسرح، ونزف هذا العطاء وهذا الإبداع اليوم اللي قدموه. يشرف على إطار محافظة شمال الباطنة، وأيضا يشرف ولاية الخابورة في المحافل مثل المحافل المحلية هذه. وأيضا بأمانة العرض اليوم ختام المسك للملتقى، وإن شاء الله تعالى مستمرون إحنا كفرقة الخابورة بالعروض المسرحية، وأيضا بإخراج ممثلين على مستوى محلي ومستوى دولي بإذن الله. الملتقى اليوم جمع هذه الأسماء من الفرق المسرحية، من رؤساء فرق، من الفنانين. رسالتك أيضا للملتقى في المستقبل؟ أنا للأمانة يعني هذا الملتقى باكورة الانطلاقة بإذن الله تعالى، وملتقى شمال الباطنة للمسرح هو انطلاقة لمهرجانات قادمة وليس ملتقيات أخرى. بتكاتف الجهود حقيقة كل الفرق اللي شاركت في الملتقى، وكل ممثلين من أعلى هرم في السلطنة، من ممثلين كبار ما شاء الله شفناهم لحمة واحدة ويد واحدة لأجل إنجاح فعلا هذا الملتقى. وهذا اليوم الوسام اللي احنا نحلي بأنفسنا، النجاح هذا اللي نشوفه اليوم، هذا الحضور ما شاء الله. إن شاء الله نلتقي في الملتقى القادم بإذن الله بأحلى حلة وبأحلى إن شاء الله صورة. ملتقين بإذن الله معك في لقاءات قادمة، ونشوف فرقة الخابورة في تطور دائم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيك. المخرج سامي البوسعيد، أول شيء نقول لك شكرا على هذا العمل اللي شاهدناه اليوم من خلال فرقة الخابورة. أهلا وسهلا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اليوم قدمنا عرض وأنا راضي عنه حقيقة، وراضي عن الشباب. طبعا الشباب كلهم ما قصروا، سواء الممثلين والطاقم الموسيقي والإدارة وبشكل عام. فالحمد لله هذا جهود الشغل الجماعي يعني، الحمد لله رب العالمين. ملتقى يجمع هذه الفرق المسرحية، كمخرج الآن كيف تشوف؟ والله أنا أتمنى من صميم قلبي إنه مثل هذه الملتقى يقام سنويا، وما بس في شمال الباطنة، على مستوى السلطنة ككل. يعني مثل هذه الملتقيات نحن محتاجينها عشان تطوير الشباب وتطويرنا نحن يعني كمواهب فنية في المسرح يعني. شكرا لك حبيبي، ونشوف بإذن الله سامي متألق دائما بإذن الله تعالى. شكرا لكم. شكرا. بارك الله. محمد لولوشة، وش نرحب فيك، فرصة سعيدة نلتقي فيك اليوم. نتكلم عن انطباعك عن الملتقى بشكل عام وعن مشاركتكم فيه. بارك الله فيك، ما قصرت حقيقة. هذا الملتقى جمع فرق شمال الباطنة اللي فيها طاقة يعني عظيمة من الممثلين، الفنانين المبدعين في الإخراج، في السينوغرافيا، في الكتابة كذلك. نحن اجتمعنا اليوم تحت سقف واحد على هذه الخشبة، وفخورين حقيقة بالطاقات اللي شفناها وشاهدناها من عروض، ونتمنى إن شاء الله أن الله يقدرنا نتوفق أن نحن نستمر في هذا الملتقى. الجمهور من خلال انطباعهم أيضا وسماع آرائهم ارتاحوا من الملتقى ويتمنون تكراره في السنوات القادمة. كان لجنة منظمة وجهة منظمة لهذا العمل، إيش تقولون لهذا العمل؟ والله يا جمهور هذا المسرح
لكم أنتم، هذا الملتقى لكم أنتم. فإن شاء الله في الملتقى القادم، السنوات القادمة، نوعدكم بأشياء أعظم وأجمل. فخليكم متابعين، خليكم حريصين للمسرح، متابعين لهذه الخشبة، لأن من المسرح راح تبدع كل الفنون. احنا معاكم ان شاء الله تعالى، وفي لقاءات قادمه ونشوف المسرح في شمال الباطنه متقدم ان شاء الله باذن الله. نحن نوعد الجميع بان هذا الملتقى ما راح يتوقف لهذه النسخه وبس، ان شاء الله راح يكون متكرر في السنوات القادمه. شكرا لك، باذن الله تعالى لقاءات قادمه. شكرا لك محمد. شكرا لك. روان الغيلاني، اول شيء نرحب فيك. شفنا اليوم ما شاء الله عرض جميل لفرقه الخابوره من خلال مسرحيتكم، شو رايك انت في العمل؟ اولا اتمنى، انا ما راح اتكلم عن رايي، اهم شيء راي الجمهور بالضبط. بس انا بالنسبه لي كمشاركه في الملتقى هذه من يعني اول مشاركه حالي. نعم. والشيء الثاني ان الصراحه ما توقعت ان الملتقى راح يكون بهذه القوه، يعني كملتقى اول، فتنظيم، إدارة، ونفس الشيء العروض المسرحية كانت جدا جميلة، وأنا يوميا أجي واستمتع. شفت الحضور الجماهيري؟ جدا. حسيتي برهبة في البداية؟ شوية وبعدين خلاص. عملتوا عرض جميل حقيقة. شكراً. من خلال الأداء، هالشيء ما إيش يعني لك أنت بالضبط؟ تمنين يكون في أفضل منه؟ هو دائما نتمنى الافضل، بس لما نشوف رضا الجمهور احنا هنا نرتاح نفسيا. بس دائما احنا كممثلين نتمنى ان عندنا اكثر من كذا ونعرف هالشيء. أمنياتك للملتقى مستقبلا اتمنى ان سنويا تسووها لان استمتعنا حرفيا. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا. نشوف دائما في لقاءات قادمه ان شاء الله. انت محقق نجاحات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. عفوا. مزن الرشدي، اول شيء نرحب فيك، يعني حضور اول ولا اروع. ايش رايك في الملتقى وحضورك فيه؟ طبعا ملتقى رائع واكثر من رائع. طبعا هذه اول مشاركه لي واول ظهور في ملتقى محافظه شمال الباطن المسرحي الاول. نعم. وسعيده اني اشتغلت مع هذا الطاقم الجبار، وان شاء الله تكون بدايه خير. كيف شفتي اليوم الملتقى وامنياتك له في المستقبل؟ ان شاء الله مثل ما قلت انها تكون بدايه خير، وان شاء الله هذا الملتقى يفتح لي فرص اخرى واعمال اخرى، وان شاء الله اكون مع نفس الطاقم. اني وايد سعيده اني اشتغلت مع هذا الطاقم الجبار. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونشوفك في اعمال قادمه ان شاء الله. امين يا رب. شكرا. الفنان الرائع ياسر حديد المطاعني، اول شيء نقول لك اداء شاهدناه اليوم والكل استمتع فيه، شو حاب تقول في هذا اللقاء؟ والله أول شيء أقول الحمد لله رب العالمين، يعني هي وصية من المخرج وإحنا نفذناها بحذافيرها. استمتاع الجمهور هذا الهدف المهم عندنا. تقمصك لهذا الدور تحسه دور مركب، أيضا شخصيتك أنت استمتع فيها الجمهور وأنت قدرت تعطيها حقها. الحمد لله الحمد لله. والله شوف، هي هذا الدور جاء من ضغط، يعني من تعب وضغط، وخلال أسبوع تمسك دور صعبة عليك، ولكن الحمد لله. يعني أهم شيء الجمهور يستمتع، يعني لازم نعطيهم حقهم، فركبنا وصار يعني صار الدور اللي تفاجأت من حب الجمهور له. بس تواجد الجمهور في هذا الملتقى، يعني أنت تتمنى الملتقى هذا يستمر في تجربته الأولى؟ والله شوف، أنا دوم أقول شمال الباطنة ما غريب عليها الكوميديا والإبداع، فزين إذا نفس هذه الملتقيات تزيد، الدعم يزيد فيها، الشغل يزيد فيها، راح يكون في حراك وزخم يعني جميل من الفنانين. والحمد لله شمال الباطنة فيها يعني فرق وفنانين كثيرين، فنتمنى يعني نتمنى أن تزيد مثل هذه المحافل. مستقبلا تتوقع في عالم المسرح وين بيوصل الفنان ياسر؟ هذا سؤال صعب صراحة. وين يوصل؟ أمنياتك خلينا نقول على الأقل. والله العالمية، غير العالمية يعني ما أهدف، لكن الحمد لله كل شيء على ظروفه، بس أنا هدفي العالمية. يا سلام. إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. آمين. نشوفك دائما في نجاحات قادمة. آمين. شكرا لك. العفو العفو.